يا صباح الفل، ورجعنا تاني لمطبخنا بعد ما خلصنا رحلة روسيا. بس لنا شوية فيديوهات كمان من روسيا لسه هنبقى ننزلها. ده أول يوم في مطبخنا النهاردة، فأجازة قصيرة في مصر برضو إن شاء الله أسبوعين أو 3، مش هنكمل 3 أسابيع معاكم برضو مع حبايبي. فدي أول غدوة لنا هنا النهاردة، قلت أعملها معاكم. طبعا أول حاجة بنيجي بنعملها الرز بالشعرية، رز لسان عصفور، رز أبيض، المهم رز مصري. أنا طبعا حمرت الشعرية سمنة او سمنة وزيت زي ما تحبي. انا بستخدم سمنة على طول، بس احيانا لو في عجز في الزيت ده ببقى احط حتة معلقة زيت. حمرت الشعرية وحطيت عليها الرز، وبرضه بسيب الرز يشرب ميته مع الشعرية الاول شوية كده يطلع معاكي مفلفل ما يعجنش منك قلب. حطينا الملح ومجهزين المية. صدقوني اي رحله بروحها انا في روسيا عشان ابني، مش رحله يعني، بس الواحد بيبقى مستني يرجع مصر باي طريقه. انما ادعولي بقى ان شاء الله كمان من اسبوعين 3 اروح السعوديه بقى تاني لبيتنا اللي هناك برضه، ونعمل العمره سوا ان شاء الله اول ما نوصل. كان غدا الرز كده، غطينا الرز. نشوف هنعمل ايه خضار معاه، خضار المصري الجميل بتاعنا. هنا حطيت ميه عشان اعمل معاها فراخ، واجي الفراخ هسلق الفراخ وهسيب الميه كده. هنا حله سخنتها، احط فيها معلقه سمنه عشان احمر بصل الفاصوليا. هنعمل الحمد لله لقينا فاصوليا خضراء جات لنا يعني الحمد لله، بما ان احنا لسه واصلين ودي ميه الفراخ بتغلي، ده الرز ما خلص. هنحمر بصله الفاصوليا. هنا بدلت لكم الحلل عشان تشوفوا معايا. هنا البصلايه بحمرها بالفاصوليا، بحب احط عليها فلفل اسود هي بتتحمر. انا مش بحمر البصلايه قوي، يا دوبك بخليها تصفر بس. في كل الخضار عندي عموما كده، ولا الفاصوليا نفسها بخليها تستوي جامد، يعني اي خضار يا دوبك 10 دقايق على البوتاجاز عشان فيتاميناته تفضل فيه. اكيد بره في اي بلد بروحها بنطبخ فيها طبعا، بنحاول يعني جاهدين ندور على الاكل المصري ونعمله، بس اكيد ببقى فرحانه وانا في مطبخي في مصر، واكيد ببقى فرحانه اكتر اني بشارككم حاجه بعملها وبحبكم تكونوا معايا. هنا كده البصلايه بتتحمر بتاعت الفاصوليا وميه الفراخ غليت، وهنحاول نعمل كله في وقت واحد عشان ما ناخدش وقت كبير في المطبخ. انزل بالفراخ، الفراخ طبعا مغسوله ومتنضفه. انا عارفه ان كلكم اشطر مني، يعني كل اللي بيسمعوني انا بس بشارككم اللي انا بعمله. طبعا تعملي الفراخ على العدد اللي انت عايزاه، حسب عدد الاسره عندك او لو عازمه حد. هنا البصله احمرت شويه، اصفرت شويه، انا هنزل عليها بالفاصوليا. هنزل بالفلفل الاسود. بما اننا لسه راجعين وما عندناش اي شوربه او مرقه جاهزه في الثلاجه مثلا من امبارح، فانا هحط قرص ماجي. اللي بتحبه ما بتحبوش خلاص، انا هحطه وهنزل بالميه وهسيبها تغلي غلوه، وبعدين احط لها الصلصه. كده البصله اصفرت، نزلت عليها بالفاصوليا، شوحتها معاها بالفلفل الاسود، ونزلت بقرص ماجي وميه، وادي الملح. هسيبها تغلي غلوه وبعدين احط لها الصلصه. معانا الفراخ هنا اهي، هشيل الريم بتاعها، مش عارفه واضح لكم ولا لا، بس طبعا انتوا عارفين كلكم لازم اشيل الريم اللي بيطلع في الفراخ. طبعا انا كنت عاملاه الاول في المحلول اللي بنعمله، محلول النقع، احط دقيق وملح وليمون واسيبها فيه نص ساعه واشطف. ممكن تحط معاها جنزبيل، قرفه، بس الحقيقه انا النهارده انا حطيت قرفه، وانا حطيت عود قرفه خشب يعني، مش قرفه مطحونه.
ولا حطيت جنزبيل. هي كده تمام. شلت الريم، ننزل بالبصل، فلفل اسود، مستكة. مستكة طبعا دي حسب الرغبة يعني، اللي عايز يحط مستكة يحط، مش عايز ما يحطش. حبهان مطحون، حطينا الفراخ، ملح وفلفل، حبهان ومستكة ودي ملح. طبعا قلنا كل حد بيعمل الكمية اللي هو محتاجها يعني ايه. انا النهارده مزودة عشان ايه اخواتي هيجوا بقى يتغدوا معايا ويسلموا عليا وكده. كده الرز، الفاصوليا، الفراخ. حد عايز يسألني انا كنت في روسيا ليه؟ انا كنت في روسيا، ابني بيدرس هناك، وهنزل لكم حلقة عن الدراسة في روسيا. كده ده غدانا خلص، بخلصه معاكم، ولنا حلقة تانية عن روسيا والدراسة في روسيا ان شاء الله. هي حاجة ممتعة، كانت رحلة كويسة الحمد لله. ربنا يفرحكم بولادكم كلكم. بصوا لقيت ما غليت، هنزل عليها بالصلصة. واسيبها تكمل سواها. انا طفيت على الرز اصلا ووطيت على الفراخ. جميل جدا ان يبقى ليا اصدقاء متابعين معايا يشاركوني كل لحظاتي، وما احسش ان انا لوحدي، لان انا ولادي كلهم كبروا، معظمهم يعني اللي في الجامعه بقى، اللي في الشغل، فانا بحس ان انا معاكم مش لوحدي. مبسوطه ان انا رجعت مطبخي، مبسوطه ان انا بتكلم معاكم. يا رب تكونوا برضه بتبادلوني نفس الشعور. لو حد سامعني دلوقتي بيبادلني نفس الشعور، ان هو مبسوط ان احنا مع بعض اخوات واصدقاء ومتابعين. اكتبوا لي في التعليقات، واكتبوا لي ايه الجديد اللي ممكن نفيد بعض بيه، ودايما نوروني. ولو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تحطوا اللايك. لايك لو عجبكم الفيديو طبعا يعني، ولو عجبكم وحابين نكون صحبة مع بعض، يا ريت تعملوا شير للفيديو ونكون عيلة كبيرة، ويكون غدانا ده غدا ان شاء الله حلو عشان عملته وانتوا معايا. غياب اسبوعين عن المطبخ طبعا بتاعنا بيفرق جامد. وقفتي من وقفة البنات، طبعا لسه المطبخ كله محتاج ترتيب، الدواليب عايزة تنزل، فان شاء الله نعمل كل حاجة مع بعض، تشاركوني فيها واحنا بنرتب وكده. انا بكلمكم دلوقتي وانا صايمه مستنيه المغرب، نفسي اشرب فنجان قهوه. ان شاء الله اشربه واكمل معاكم اي فيديو تاني او اي حاجه بالليل هتحصل ان شاء الله تكونوا معايا فيها ان شاء الله. انا صايمه النهارده الاثنين عشان محدش يسالني انت صايمه ليه. النهارده الاثنين، والنهارده يوم 13 في الشهر العربي. ربنا يعيده علينا كلنا بالخير، ودايما نفكر بعض بالحاجات الكويسه ان شاء الله. اسيبكم واسيب غدايا يكمل، واستنى المغرب بقى مع اي حاجه هقراها دلوقتي. نورتوني، ويا رب اكون خفيفه على قلبكم زي ما انتم معايا بتنوروني.